مساء الخير. اخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. انا طبعا من عادتي ما بعملش الكلام ده، ولا عمري بتاع فيديوهات، ولا بتاع افلام هندي، ولا مستني ريتش، ولا مستني فيديوهات، ولا ليا دعوة بوجع الدماغ ده اصلا. بس كلمتين يعني لازم يتقالوا، وكنت بقولهم من فترة وفي كذا مساحة مع وائل الإمام، أو في مساحة أصدقائي، سواء كابتن نادر وكابتن بيبو والناس يعني المجموعة اللي احنا بنتجمع كل يوم وبنشارك آراءنا وبنتكلم في كل حاجة تخص نادينا المحترم، اللي من 1907 مازال قائم وهيكمل إن شاء الله بينا من غيرنا. لأنه مؤسسة عظيمة، وحب النادي ده مش حاجة حد يقدر يعني يشيلها منك أو يزرعها فيك. دي أنت بتكبر عليها. زعلان. زعلان من الفترة اللي فاتت دي كلها، حزين جدا على اللي حصل. من ساعة حتى ماتش باتشوكا أنا ما بتفرجش على أي حاجة تخص كورة، ما بتابعش أي حاجة تخص النادي، ما بتكلمش في أي حاجة، وحتى المساحات بطلت أطلع فيها. لاني حاسس بوجع، حاسس بكسرة نفس، حاسس ان احنا كان في ايدينا نعمل حاجة جميلة اوي المرة دي ونوصل لنهائي، وكان يعني كان عندي قناعة تامة ان احنا كمان كان ممكن نعمل نتيجة ايجابية قدام ريال مدريد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله على كل حال. النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها وهي خاصة بموضوع التسريبات ووجع الدماغ اللي داير الفترة اللي فاتت دي. آم، بداية من موضوع كهربا لما مشي من الإمارات واتغرم 1,000,000 جنيه، وبعد كده موضوع إمام وبعد كده الإشاعات والأفلام الهندي اللي بتطلع، شناوي ضرب، شناوي عمل هنا هنا هنا، وآخرهم طبعا آه، موضوع الغرز بتاع عمر كمال عبد الواحد. انا ما اعرفش التفاصيل، وما اعرفش مين، ان كان في فعلا خناقه، ان كان في فعلا ضرب، ان كان في فعلا اي حاجه حصلت. اللي اعرفه ان النادي طلع بيان، المدير الرياضي اصدر بيان. صح غلط كذب حقيقه ايا كانت التفاصيل، دي مش مشكله اي حد. احنا على الاقل لما بيحصل مشكلة بنعاقب، لما بيبقى في حاجة حصلت بنوبخ وبنتعامل معاها بحدة وبننفذ اقصى العقوبات، لان دي مبادئ النادي، وعمرنا ما جزأنا المبادئ ولا طبطبنا على حد على حساب حد. الوضع العام مش عاجب اي اهلاوي، واحنا الحمد لله كجماهير مفيش اي مصلحة من الموضوع، ما بنستناش حاجة من حد، مفيش حد بيجي يدينا حاجة لله، ولا بناخد فلوس من اي حاجة ليها علاقة بالتشجيع. قسما بالله انا طالع الفيديو ده مش محضر اي حاجة، ولا مجهز اي حاجة، ولا بتكلم من ورقة ولا اي حاجة، انا بتكلم كده. لكن الفكرة ببساطة انها توصل بالاخ اللي اسمه ابو علي ده، ولا ابو هندي ده، ولا ابو محمود ده، انه طالع يهدد ويقول هطلع مكالمات وانا عندي الحقيقة، وانا مش عارف هعمل وهحط واشيل. معلش يعني، مع كامل احترامي ليك، هو انت مين؟ هو حضرتك مين؟ ولا هو اي حد قال انا بشجع الاهلي فيتحسب على الاهلي، فعشان حضرتك ما خدتش مكانك او ما وصلتش للي انت عايزه في وقت ما، فطالع دلوقتي لما لقيت السبوبة والشهرة هتبقى على حساب ان انت ترازي في النادي وتجرح في النادي وتهاجم الناس اللي شغالة في النادي عشان القنوات او المواقع، او حتى اي حد يجي يقول لك خد، سواء فلوس او ريتش. لا، هنا بقى وتقف. وانت المفروض تكون شايف وفاهم وعارف، احنا اللعيب اللي هو بيجيب بطولات لما مخه بيهب منه بنرجعه على الارض وبنسفف له التراب. ما بالك انت بقى مجرد واحد صحفي؟ يعني بالنسبة لنا احنا كجماهير مالكش اي لازمة، ولا يفرق معانا اصلا انت بتتكلم في ايه ولا بتقول ايه، ولا الخبر اللي جبته صح او غلط. واعتبر يا سيدي النادي كله في الدنيا بايظة وخربانة، بره عنك ما يخصكش. الخبر اللي انت بتجيبه ده تلفه وانت عارف هتحطه فين بعد كده.
انما انت تهاجم النادي وتهاجم الناس اللي شغالة فيه وطالع بفيديوهات وبوستات وكل ده عشان ايه؟ عشان الناس تدخل تشقف لك اللي هم عايزين يوقعوا النادي، ولا عشان الشيك يتحول على الحساب، ولا عشان ايه؟ ضميرك وذمتك ومهنيتك فين؟ حتى ولو انت عندك المعلومة وفعلا صح وحقيقي ده حصل، المفروض ما تهاجمش النادي، المفروض ما تتكلمش، ومفروض ما تصرحش. مش انت بتقول ان انت محسوب على الاهلي وان انت بتشجع الاهلي؟ وفي حد بيشجع نادي وبيحبه بيطلع يوقعه؟ وخصوصا ان انت عارف ومتأكد ان الدنيا هايجة دلوقتي اصلا بسبب اللي حصل في موضوع باتشوكا، والجماهير على اخرها ومش شايفة، فتقوم انت طالع بحوار زي كده تولعها اكتر. انت اهلاوي؟ انت متأكد ان انت اهلاوي؟ اشك والله، والله العظيم اشك. اكل عيشك وسبوبتك ما اختلفناش وما عنديش مشكلة، روح كل عيش يا باشا مكان ما تحب. بس المفروض لو في موقف زي ده، حتى ولو الكلام هيتسرب ويطلع، بس ما يجيش عن طريقك. ده لو انت اهلاوي وبتقول انك اهلاوي، سيب اي حد تاني يطلع الموضوع ده، لكن مش انت. هتقول لي الريتش بقى والسبق الصحفي وحصري وبصري وكنافة وزبيب، ما ماشي يا عم. اديك قلت وطلعت واتكلمت وجبت اللي عندك، والجماهير هاجت عليك ولسه هتيجي عليك، ومحدش هيتفرج عليك بعد كده، ولا حد هيسمع لك، ولا حد هيشوفك. وخسرت انت حاجات كتير. خلي بالك بالموقف ده، ما صدقني متقلقش. الموضوع ليه تبعات كبيرة قوي، وانت مش هتشوف النهاردة ده على مدار يوم او اتنين او تلاتة، لا الموضوع هيبقى معاك على مراحل، وانت بكرة تشوف. مش عايز الموضوع يوصل ان انت لما تكون ماشي في الشارع الناس هترازيك، ربنا يعينك على اللي هيحصل فيك. لكن كلمة أخيرة عشان ما اطولش، كفاية قوي 7 دقايق. اتقوا الله، ابعدوا عن الأهلي. لو فعلا بتحبوا الأهلي، الأهلي فيه اللي مكفيه في الفترة دي، وعايزين نقف ونساعده ونسنده ويرجع تاني الأهلي اللي احنا نعرفه. أكل عيشك وشغلك مفيش أي مشكلة، شوفوا بعيد عن النادي بتاعنا. النادي باقي ومكمل ومستمر غصب عن أي حد، وأنا عارف ومتأكد إن اللي بيحصل ده كله حرب على النادي من كل اتجاه عشان يقع، عشان تركبوا نادي الننوس. عايزين ترجعوه وتركبوه تاني، بس مش هيحصل. لان اللي بيحصل العادي والمعروف، اللي بيركب المجتهد الطموح اللي بيشتغل اللي بيحقق اللي بينفذ اللي كل الحاجات دي اللي مش عندكم اصلا. فما تحاولوش مع الاهلي، لان الاهلي اقوى من اي حاجة ومكمل ومستمر ان شاء الله. شكرا.